هو ده الصابون السائل اللي انت بتشتريه من بره، اصغر عبوه حجمها 500 ملي، بتشتريها برقم. اللي بيعجبك فيها ايه؟ شفافيه الصابون، القوام بتاعه، ريحته الحلوه، رغوته الوفيره. كل ده اللي بيخليك تحب الصابون الجاهز. طب سؤال بقى، هل الصابون ده بيلمع الستيل والالومنيوم؟ طيب هل الصابون ده موفر؟ طيب الصابون البلدي بيلمع الالومنيوم وبيلمع الستيل وموفر جدا، وهتعمليه برضو بنفس النتيجه دي، من ناحية الشفافية والقوام السلس اللي انت شايفاه والريحة العطرية والرغوة الوفيرة. كل ده هتلاقيه في وصفة النهاردة. موفرة جدا، بتنضف جدا، ريحتها حلوة قوي، رغوتها وفيرة جدا، سهلة جدا، اضافات بسيطة، ونتيجة مضمونة بأمر الله. النهاردة هنعمل الصابونة الخلاصة، الطب بتاع الصابون. الصابونة اللي اخواتي سموها صابونة من الاخر، لانها جمعت كل المميزات اللي بتحلمي بيها في الصابون البلدي في صابونة واحدة بس. الصابونة دي انا عملتها لكم على القناة القديمة من سنة، وعملتها على القناة الجديدة هنا من حوالي 6 شهور. طبعا انطلبت مني كتير. وفي تعليق تاني برضو جالي من واحدة حبيبتي، قالت لي يا ريتك تعملي معانا صابون بلدي وتحوليه لجل في نفس الفيديو. تعالوا نعمل محاولة النهاردة ونقول ليه ما بنعملش كده في معظم شغلنا. السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي وحبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. في الكوباية دي انا مدوبة 4 معالق كبار من الصودا الكاوية في نص كوباية من المية، وسبتهم يبردوا. وهنا هشتغل على 2 زيت. افرغ في المج ده 4 اكياس من اكياس الاوكسي جل منظف الملابس، 2 للالوان و2 للاسود والبلاك. تمنهم الاربعة عامل 8 جنيه. هعصر ليمونة كاملة، يعني نقدر نقول بالليمونة 10 جنيه. هضيف 2 معلقة كبار من بودرة البوركس، يعني لو حسبناهم هيعملوا حوالي 5 جنيه، ومعلقة من الخل. هنقلب كل ده، القوام هيتقل والبوركس هيختلط مع الجل وهيتقل قوي. علشان انا احله هضيف جزء من الزيت وهقلب. طبعا معايا 2 زيت، هاخد منهم جزء وهقلب لحد ما توصلي للمرحله دي، يعني شبه فوران كده، واللون هيفتح جامد معاكي والقوام هيتقل قوي. هاخد بقى كل اللي في المج واضيفه على باقي الزيت وهقلبهم برده كويس قوي لحد ما اوصل لنفس النتيجه. هتلاقي يعني اللون بقى ابيض جدا والقوام تقيل جدا. ولو تلاحظي هنا حتى واحنا بنشتغل قبل ما نضيف الصودا في رغوه معانا في الزيت. الصودا بقى هشتغل بيها ازاي؟ معلقه بمعلقه. معروف عن الصابون ده ان هو بيتصبن بسرعه في خلال 5 دقايق، فممكن ما يتصبنش معاكي كويس قوي. ممكن يكون هو ده السبب، ان الصابون ده بيبقى عامل فوق طبقه خشنه وتحت الصابونه ناعمه جدا وبتلمع. عايزين نحل الحته دي ونخلي الصابونه بتاعتنا يعني ممتازه من كله. فهنشتغل بالصودا بالشكل ده دفعات، كل مره معلقه، بين المره والمره دقيقه او دقيقتين. كل ما تطولي هيكون افضل. هتقلبي في اتجاهين، يعني في اتجاه ترددي عكس بعض، شويه شمال شويه يمين. ده هيخلي الصابونه ناعمه معاكي، وبرضه هيخلي التجانس سريع جدا بين المكونات كلها. انا بنزل بمعلقه واقلب دقيقه او دقيقتين بشكل ترددي. القوام هيتقل واللون هيتغير. هتفضلي تقلبي بالشكل ده حتى بعد ما تخلصي كل كمية الصودا لحد ما توصلي للأثر، بس مفيش إضافات تاني. حسبت التكلفة، لأن في ناس بتقول على الصابون ده مكلف جدا، ده معيار 2 كيلو الزيت بيكون 5 كوبايات. ماشي، يعني المقدار اللي اشتغلنا بيه تقدري تضربيه في 2 أو في 3 يا ستي. احنا اشتغلنا بحوالي 15 جنيه. كده كده الزيت موجود عندنا، ما حسبناش الصودا. الصودا هناخد 4 معالق كبار، يعني حوالي 100 جرام نقول. 100 جرام دولت حاليا بالاسعار اللي احنا شايفينها اليومين دول في حدود 70 جنيه الكيلو، يعني 7 جنيه و15 22. هتعملي 4 قطع صابون، القطعة الواحدة هتديكي 2 لتر من الصابون السائل الجل الشفاف. ريحته حلوة جدا، قوامه ممتاز، رغبته عالية جدا، وشفاف زي ما انتي بتروحي تشتري الصابون السائل الجاهز عشان شفاف، عشان بيرغم، علشان قوامه حلو، علشان ريحته حلوة. كل ده هتلاقيه في الجل اللي هتعمليه من الصابونة دي. طيب وصلت الاثر وصبيت الصابون 5 دقايق وهتشوفي النتيجه دي. صابونه متماسكه لدرجه ان انت ممكن تقلبي القالب والصابونه جوه القالب ما بتتحركش. بعد تلت ساعه بالظبط بتوصلي للنتيجه دي.
صابونة ناشفة محجرة. طيب لو حبيتي تفرغي القوالب هيحصل معاكي زي اللي هيحصل معايا دلوقتي، شكل القالب مش هيكون احسن حاجة، هيتجرح منك، هيمسك في القالب من جوه كده زي ما انت شايفة، والصابونة مش هتكون حلوة، شكلها مش هتبقي مبسوطة منه. فهتعملي ايه؟ مفيش اي مشكلة، هتسيبي الصابون ده لتاني يوم، هتفرغي القوالب وتاخدي شكل القالب بالظبط والصابونة ناعمة جدا. طب ليه انا اتسرعت وفرغت القوالب؟ لان في اخت من اخواتي قالت لي يا ريتك تعملي معانا الصابونه في الفيديو وتحوليها جل في الفيديو. طيب انا هحاول معاك النهارده وهنعمل تجربه، وهقول لك ليه انا ما بعملش ده في شغلي. ليه؟ هقول لك. شوفي بس، كل الصابون متجرح معايا، هي القطعه الوحيده دي اللي طلعت سليمه، والصراحه بقى انا مش لاقي لها تفسير. لو عندكم انتم تفسير قولوا. هو كله اتصب في وقت واحد وكله بيتفرغ في وقت واحد، فالقوالب كلها اتجرحت ما عدا الصابونه دي طالعه ما شاء الله. هي دي النتيجه اللي انت هتاخديها لو استنيتي لتاني يوم. طبعا انا هجيب المبشره الصغيره واظبط شكل الصابونه، هيطلع معايا شويه صابون مبشور. هناخد جزء منه دلوقتي نجربه في الرغوه، وناخد جزء اللي فاضل نجربه بقى، نشوف الجل اللي هيطلع منه شكله ايه. طب ليه انت ما بتعمليش كده في كل صابونه بتصوريها معانا؟ السبب بسيط جدا، لان انت بتعملي صابون وبيتصب وبينشف في خلال يوم او يومين بالكتير. مش معنى كده انك تشتغلي بيه على طول، مش معنى كده ان الصابونه ادتك مميزات بتتمنيها في اي صابونه بلدي خدتها في خلال اليومين دول. لا طبعا، الصابون البلدي بالذات احنا بنستعمله بعد شهر، بعد 40 يوم كده مجازا. لكن هو بقى آمن بالنسبة للصوت، يعني اتبخرت منه، أو بلاش كلمة اتبخرت، الصابونة تخلصت من كل تأثير الصودا المضر وخدت التأثير المفيد اللي فيه، خدت فوائدها المفيدة وتخلصت من أضرارها وتحولت صابونة بترغي وبتنظف. لكن التصبن خلاص كمل؟ لا ما كملش، ولا شهر ولا 40 يوم ولا شهرين ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6 ولا ممكن لحد سنة كاملة. في الحالة دي كل شهر بيمر على الصابونة بتديك النتيجة أفضل من حيث كل حاجة بقى، الصلابة، البياض، الرغوة، الشفافية، الريحة. يعني انت كل ما تصبري على الصابونة كل ما تاخدي مميزات أعلى في الصابونة، أداء أفضل للصابونة، جودة عالية جدا للصابونة. هي المسألة مسألة صبر بس. انت شايفة النتيجة دي، الجل هيطلع معاكي شفاف لأن ده صابون سحري. طيب شوفي كده، أنا هقلب بس في الصابون بالمعلقة تقلبتين 3، ركزي هتلاقي الشفافية بتقل والصابون ابتدى يغبش. ليه؟ علشان احنا حولناه لجل في نفس اليوم. ما تصبنش كويس قوي، لكن لو الصابونة دي خدت على الأقل 10 أيام هتكون النتيجة مختلفة، فما بالك بعد شهرين و3 و4 و5 وسنة هتكون النتيجة مختلفة جدا. طب حصل معايا وعايزة اتصرف، هتضيفي على كل كوباية هتحوليها جل كيس، عشان كده الموضوع هيبقى مكلف. هما شوية صبر، هتوفري على نفسك تكلفة وهتاخدي النتيجة اللي انت عايزاها. لما تضيفي لكل كوباية من الجل اللي هتعمليه كيس، التكلفة هتكون عالية جدا، بس النتيجة هتكون زي ما انت بتحلمي بيها، زي ما انت شايفة كده، شفافية ثابتة وقوام حلو قوي وريحة عطرية ممتازة. الصابون البلدي كلمة كنز دي مش بنبالغ لما بنقولها، كنز فعلا في بيتك. كوبايتين زيت هيدوك 4 قطع بالحجم اللي انت شايفاه، تحوليه لجل بالجمال اللي انت شايفاه، تكلفة بسيطة جدا وخطوات شغل بسيطة جدا ونتيجة ممتازة. ولا تروحي تشتري الجاهز، لان كل المميزات في الصابونة دي هتغنيك عن الصابون الجاهز.